عمرك سألت نفسك هل ممكن يكون في لعبة مكروهة لدرجة إنها تكون محظورة على كل الدول وكل المنصات؟ يعني طول عمرنا بنسمع عن ألعاب كتير بتتمنع بسبب العنف اللي فيها. لعبة زي مان هانت مثلا اتمنعت في دول كتير بسبب العنف بتاعها. ولكن عمرك سمعت عن أسوأ لعبة في التاريخ؟ لايك وشير، معاك منتصر من جيمز ارك، وتعالى علشان اشرح لك ايه هي اللعبة دي. لعبتنا النهاردة هي اللعبة الوحيدة اللي اتفق على كرهها كل النقاد وكل الجيمر وتقريبا كل الناس. قليل جدا اللي يعرفها، او تقريبا مفيش حد اصلا يعرفها. اللعبة دي نزلت على ستيم واتشالت مرتين، وهي لعبة هيتريد اللي نزلت سنة 2015. اللعبة دي تخطط جميع الأخلاقيات وجميع الخطوط الحمراء اللي محطوطة لأي لعبة. تعال أقولك ليه اللعبة دي اتحظرت، يلا بينا. بطل اللعبة هو شخص سوداوي ومجهول الهوية، في قلبه كراهية مش طبيعية تجاه العالم كله، وده باين من اسم اللعبة. وأول مشهد في اللعبة بيقول جملة صادمة جدا، بيقولك مش مهم تعرف اسمي ايه، المهم اللي هعمله دلوقتي. ويخرج من بيته وفي ايده السلاح، وهنا بتبتدي اللعبة وبتبقى مهمته ان يقتل كل اللي حواليه من الناس ابرياء، سواء ستات او رجالة، اطفال، وكمان البوليس. بمعنى اصح اللعبة معمولة علشان تطلع كل الكراهية اللي جواك ناحية الناس، وده طبعا لو انت شخص مريض هتعمل كده. مصممين اللعبة خلوا اللعبة كلها معمولة بالأبيض والأسود علشان خاطر يحسسوك بكمية الكآبة والكراهية اللي موجودة. أنا شخصيا هخلي لك دلوقتي الصورة أبيض وأسود عشان تعيش معايا اللحظة. ومش بس كده، الأسوأ لسه ما جاش يا صديقي. تخيل أصوات الناس اللي انت بتسمعها لما بتقتلها، أو الناس اللي بتقعد تترجاك انك ما تقتلهاش وبرضه بتعمل فيهم الفينيشنج. المشكلة الأساسية إن اللعبة دي ما فيهاش أي عاقبة أخلاقية، يعني ما فيش خطوط حمراء. عارف أنت في ريد ديد ريديمشن لما كنت بتقتل حد كان بيبقى فيه عندك مؤشر بيعرفك أنت باد بيرسون أو أنت جود بيرسون، وكان بيبقى فيه باونتي هانترز بيطلعوا، يعني في حاجة بتخليك تقف عن اللي أنت بتعمله. لعبة زي جي تي إي مثلا لما كنت بتروح تقتل واحد من الأشخاص بتلاقي ال5 نجوم نزلوا فوق ودبابات وجيش نزل علشان يمنعوك عن اللي أنت بتعمله. لكن هيتريد ما فيهاش الكلام ده، قتل وكراهية بس. كده يكون انتهى الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك في فيديوهات تانية كتير. سلام.